في ريال مدريد هناك مشكلة حقيقية لا يتحدث عنها الكثيرون. الجهة اليمنى أصبحت نقطة ضعف واضحة. الصحفي الإسباني روبن مارتن أشار إلى هذه النقطة بوضوح قائلاً: تمت تجربة الجهة اليمنى في ريال مدريد أكثر من مرة، ولكن دون نجاح يذكر، وهذا ما يمنح دفاعات الخصوم حرية أكبر في تركيز جهودها على فينيسيوس في الجهة اليسرى. مارتن يرى أن تشابي ألونسو يمتلك القدرة على تغيير هذا الواقع قريباً، إذ يمكن لغونزالو أو إندريك أن يشغل هذا المركز، كما أن مشاركة فيدي فالفيردي في الجهة اليمنى قد تحسن من توازن خط الوسط. ومع ذلك ما زال الفريق يفتقر إلى لاعب قادر على صناعة الخطورة الحقيقية من هذا الجانب. في رأيي الشخصي من الضروري إشراك غونزالو حتى ولو في الجهة اليسرى، فهو يمتلك تحركات ذكية وقوة بدنية، بالإضافة إلى رأسيات مميزة في الكرات الثابتة، وهي ميزة يفتقر إليها ريال مدريد حالياً. ولكن يبقى السؤال المطروح: هل سيكون غونزالو هو الحل المنتظر؟ وخاصة في مباريات التكتلات الدفاعية